لو بتدوروا على مكان تفطروا فيه اكل يكون فعلا خطير وتنبسطوا، احب اقول لكم ان قرمة فهمي عمل لاول مره فطار السنه دي في رمضان، ونازل في الفطار بكل ايتمز قرمة فهمي الجامده. وزي ما كان قرمة فهمي مكسر الدنيا في السحور السنه اللي فاتت، قرر السنه دي كمان يكسر الدنيا في الفطار. وعايزه اقول لكم ان هو عامل لنا البطاطس والصوصات والعيش ب 69 جنيه ريفيل، كل ما تخلص نطلب تاني. من اكتر الحاجات اللي بحبها في قرمة فهمي الستريبس والكبده بالرده والكبده بالدقه، وطبعا نازل بالمشروبات الرمضانيه الكركديه والصوبيا. ومحبين المبكبكه الاصليه الليبيه لازم تجربوها في قرمة فهمي، سجق او كبده او ساده. كمان بحب قوي عنده الفراخ الشوايه والكفته والسجق اللي متغرقين في الجبنه، دول في حته تانية خالص، دول كمان لازم تجربوهم. هتلاقوا السجق والجبنه بيطلعوا معاكم للسما. ومحبين بقى اللحوم هقول لكم على كام ايتم لازم تجربوهم عند قرمة فهمي. اول حاجه ريشه الوزير، بتكون توم هوك كده متغرقه في الزبده، خطيره يا جماعه. بس لو هتسالوني ايه اكتر حاجه انا ممكن اروح قرمة فهمي كل يوم عشان اكلها، هقول لكم الشاتو. بصوا يا جماعه شكل اصلا اللحمه خطير ازاي، ما بالكم بقى الطعم، متغرقه في الصوص والزبده كده ومستويه مظبوط، فعلا ما بتهزرش. كمان لو بتحبوا الموزه لازم تجربوا الموزه عند قرمة فهمي، بتكون دايبه حرفيا. وعايزاكم تخلصوا فطاركم بقى، ولازم لازم تحلوا بالشعريه باللبن والجلاش اللي بالكريمه والبسبوسه اللي بالكريمه. التلاته دول يا جماعه عند قرمة فهمي يا لهوي على الحلاوه. التلاته بالنسبه لي احلى من بعض، بس لو هرتبهم هتبقى البسبوسه، بعد كده الجلاش، بعد كده الشعريه باللبن. اتصلوا على قرمة فهمي على 16463 واحجزوا ترابيزتكم قبلها بيوم.